مدينة راوة قديما كان هذا المسطح منا، هذا المسطح كانت هذا البيوت، هذا الشارع هنا يعبر منا إلى مكان القلعة. القلعة كانت بها القطعة يسموها، يعبرون منا السيارات، هي دوب ثنتين وتشغلها ماطورات وتعبر، تركب بها السيارة وتمشي تذبها بذاك الصوب وترجع. كان المسطح ماله هذا قبل يزهي بالمخضر، بالفواكه، بالكله، كله من البساتين الموجوده براوه كلها. هذه اهل المحلات، كلها المحلات متواصله واحد يم واحد، والشياب كلها قاعدين بهالمحلات كلها. والحلوه بيها براوه كانت ما بيها لا مطعم ولا بيها شيء. وكان يجي الغريب من يجي الاهل يشوفوه اهل المحلات، هذا غريب ياخذه على البيت يغديه، يعشيه، يبيته عنده يوم يومين ثلاثه بدون مقابل، بدون كل شيء. براوة واقعة بين الجبل والنهر. ليش؟ هي بقعة قصيرة، بيوتها متلاصقة ومترابطة وسطوحها متلاصقة ودرابينها ضيقة تنزل من الجبل إلى النهر. وأيضا المتنفس مالنا هو النهر اللي يحتوي على الجزر الطبيعية، جزر اللي يسكن العالم مثل جزيرة سيد أحمد المدرس وجزيرة الكرابلة، فيسكنوها عوائل عريقة فيها نواعي، وأيضا يعيشون على الزراعة. أما الآن فصارت الوظائف وتركوا العالم وراحت راوة غرقت حديثة. فعلى هذا احنا شوية صار عندنا ألم، تألمنا، قعدنا بهالمنطقة النائية اللي تمتد من راوة إلى الحضر.